هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء الأول من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع الناشط الأستاذ محمود عمر من هولندا حول نشاطات الجالية الإريترية في هولندا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. سحب وحدات عسكرية من قوات الدفاع الإريترية من ضواحي بادمي. الاحتفال باليوم العالمي للعمال. بدء محاكمة أحمد أو يحيى ومسؤولين جزائريين آخرين عن تهم بالفساد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرنا بأن قوات الدفاع الإريترية بدأت في سحب وحدات عسكرية تابعة لها من ضواحي بادمي، ولم تشر المصادر إلى أسباب إعادة نشر الوحدات العسكرية، ولكن بعض المصادر تشير إلى أن هذه الوحدات قضت سنوات طويلة في نفس المنطقة، وأن هناك مخاوف من تحركات عسكرية بمناسبة أعياد الاستغلال. بناء عليه تم إعادة نشر القوات، حيث سوف تقوم هذه الوحدات بدخول المدن الرئيسية حتى انتهاء الاحتفالات بأعياد الاستغلال. الجدير بالذكر بأن الأسابيع الماضية تم تحريك وحدات عسكرية من إقليم جنوب البحر الأحمر ونقلها إلى الحدود مع السودان، وأيضا لم تشر وزارة الدفاع الإريترية إلى أسباب نقل هذه القوات، وتزامن نقل هذه القوات مع قفل الحدود الإريترية الإثيوبية من ناحية وتغيير النظام في الخرطوم من ناحية أخرى. يحتفل عمال العالم اليوم بالذكرى السنوية ليوم العمال العالمي، والذي يحيي فيه العمال إنجازاتهم التاريخية في مختلف الدول. وتمر ذكرى هذا العام ولا توجد نقابات تمثل العمال في إريتريا، حيث تتبنى الدولة جسما واحدا، وهو الذي يعرف باسم الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا، والتي يمنع موظفي القطاع الحكومي من الانتماء إليها. وتشهد حالة العمال في إريتريا تدهورا عاما ضمن التدهور العام السائد في البلاد، حيث يمنع تكوين النقابات المستقلة وتنعدم فرص التطور الصناعي والتجاري، وتقوم شركة البحر الأحمر التابعة للدولة بامتلاك المصانع والمتاجر، ويمنع القطاع الخاص من ممارسة العمل. ويحيي عمال إريتريا ذكرى هذا العام ضمن واقع البؤس الواقع على البلاد بشكل شامل. بدأت في الجزائر العاصمة إجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى في قضايا فساد، ووصل أحمد أو يحيى إلى مقر محكمة سيدي محمد للإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق في قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة. وبحسب التقارير الواردة من العاصمة، فإن محيط المحكمة شهد إجراءات أمنية مشددة. وتشهد الجزائر العاصمة حاليا عدة محاكمات لأعضاء نافذين في حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم الفساد، وشملت المحاكمات المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية الجزائرية والمدير العام للشرطة الجزائرية ومسؤولين آخرين. ويطالب المتظاهرون في الجزائر بتقديم كل المسؤولين عن الفساد إلى المحاكم العادلة ومنع مشاركتهم في الحكومات المقبلة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. سحب وحدات عسكرية من قوات الدفاع الإريترية من ضواحي بادمي. الاحتفال باليوم العالمي للعمال. بدء محاكمة أحمد أو يحيى ومسؤولين جزائريين آخرين عن تهم بالفساد. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة جديدة في برنامج متابعات. أعزائي المستمعين، نحرص دوما أن نلتقي بأفراد الجالية الإريترية المتواجدين في المهاجر والشتات. ومعنا اليوم من هولندا الأستاذ محمود عمر، الناشط الإريتري، نلتقيه في إذاعة إرينا الدولية في باريس ليضعنا في الصورة كيف تبدو أوضاع الجالية هناك، وفي نفس الوقت كيف يتابع هو شخصيا وزملاء وأصدقاء الشأن الإريتري. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إرينا من باريس. هذه إذاعة إرينا. السلام عليكم. شكرا جزيلا من الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة، ونتمنى أنه نقدم ما يفيد المستمع الكريم من خلال إذاعتكم، وصراحة مجهوداتكم الكبيرة والمقدرة. أنا اسمي محمود عمر، ناشط سياسي موجود في هولندا، وتقريبا يعني يمكن الجالية الإريترية في هولندا هي جالية تعتبر كبيرة، خاصة في السنين الأخيرة. وصل كمية من الشباب الإريتري، لكنه للأسف الشديد حتى اليوم هو يعني ما مؤطر، إذا كان يعني في الإطار بتاعة التنظيمات، ولا حتى إذا كان في إطار الجالية الإريترية في هولندا. لكن إن شاء الله نحن الآن بنسعى إنه نقوم بنشاط جديد، حتى إنه يكون في تعطير ويكون في نشاط للجالية، حتى إنك تقدر يعني تقوم بمهامة في إذا كان في داخل هذا المجتمع، ولا إذا كان في خدمة قضيتنا الأساسية. جميل أستاذ محمود، شكرا لك وعليكم السلام، نرد على تحياتك. في نفس الوقت أنت قلت الجالية ليست مؤطرة بالشكل المطلوب، أسباب شنو؟ والله يا أخي أسبابها كثيرة، يعني من ضمنها كما تعلم هي هولندا تقريبا منطقة عبور لغالبية الشباب والمجتمع الإريتري. يمكن أكبر جالية كانت موجودة هنا انتقلت لبريطانيا لظروف يعني أعتقد أنه يمكن تكون أحسن من هولندا، وبالتالي الغالبية تهاجر لإنجلترا. يمكن دي عدم استقرار الجالية نفسها هو يمكن أحد أسباب عدم يعني قيام جالية إريترية قوية في هولندا. لكن في الفترة الأخيرة كما ذكرت قبل قليل يعني دخلوا جيل جديد وشباب، يعني إن شاء الله نحن الآن نسعى إنه يعني بعد ما تم تسجيل الجالية يعني نقوم بعمل بحيث إنه نعطر هذا الشباب. وأنتم كما تعلمون يعني قبل فترة كان في واحد من الشباب هنا يعني توفى، الله يرحمه. يا رحمة الله. اتضح من خلال هذا الحادث إنه نحن كمجتمع إريتري في هولندا يعني ينقصنا الكثير صراحة. إذا كان في مثلا حالة زي دي لابد أن الناس تكون موجودة في أطر معينة حتى إنها تقوم بواجبها تجاه أفرادها يعني. طيب أستاذ محمود، كيف بتتابعوا أخبار الوطن، بمعنى يعني الإعلام الموجود في الخارج؟ كيف هل بتلقوا المعلومات اللي من خلاله يعني تتابعوا أوضاع الوطن، وفي نفس الوقت الإعلام اللي بيبث من أسمرة، هل أنتوا على متابعة؟ وعلى المستوى الشخصي أنا بسأل يعني. نعم، وصراحة طبعا خلال الإذاعات الموجودة، إذا كانت إذاعة إرينا من فرنسا، ولا إذا كانت أسنا، ولا حتى إذا كانت إذاعة الوفاق. أنا نفسي يعني كنت نشط في إذاعة الصمود كما تعلمون. ومن خلال طبعا متابعة
ما تبثه الفضائية الإريترية أيضا عبر الأثير أو حتى عبر الإنترنت واليوتيوب. نتابع بقدر الإمكان، وإن كانت المعلومات صحيحة لكنها لحد ما يعني نحاول نتابعها يعني نحاول يعني ناخذ منها العبر يعني. جميل. طبيعة مشاركتك ومساهمتك في إذاعة الصمود كانت شنو؟ والله يا أخي طبعا نحن كنا مجموعة من الشباب وكلنا يعني تقريبا عندنا مهام خاصة. أنا مهمتي كانت في إطار يعني على الأقل إنه نشر المادة، ومن خلالها يعني عمل فيديو كليب للإذاعة من خلال اليوتيوب، إنشاء قناة في اليوتيوب لها خاصة ونشرها وإنتاج والمونتاج يعني مش في بداياته لكن في نهاياته يعني من خلال النشر يعني. جميل. وعندك تعاون تاني مع إعلام مماثل؟ والله يا أخي ما عنديش، لكني بحاول من خلال يعني صفحتي أقوم ببعض النشاطات إذا كانت يعني في إطار الثقافي. نعم ونحن طبعا تعرفنا عليك من خلال صفحتك أستاذ محمود. نعم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. والمتحدث إليكم أعزائي المستمعين في إذاعة إرينا الدولية هو السيد محمود عمر من هولندا، ناشط سياسي إريتري، ونحن سعيدين بأن نجري معك هذا اللقاء. طبعا ذكرت وقلت أنه بتتابع إذاعة إرينا. بصراحة نحن دايرينك تدينا ما تفتقده في إذاعة إرينا من الدولية من باريس، ودي نعتبرها طبعا زي استبيان يعني للمستمع الكريم. والله يا أخي هو طبعا أنا يعني بحكم وجودي في يعني على الأقل متابع للإعلام، أعرف صعوبة يعني المشاكل اللي تواجه الإذاعات يعني، وبالتالي هو الشحة الإمكانية يعني يمكن إحدى الأسباب الأساسية اللي تجعل من الإعلام إذا كان في إذاعة ولا كان حتى تلفزيون يجد صعوبة في بث يعني يعني مواده بالطريقة التي يتمنى يعني، لأنه في النهاية إذا أنت عايز توصل مادة معينة لابد أن يكون متوفر لها كل المواد يعني، إذا كانت مادية ولا إذا كانت حتى يعني لوجستية. ويمكن في إذاعة إرينا أنتم بتقوموا بمجهود بقدر الإمكانيات الموجودة، وصراحة الناس تقدر هذا العمل، وطبعا أكيد نتمنى لكم يعني التوفيق والنجاح. لكن ما أقدر أقول مثلا ناقصنا حاجة معينة، هي تقدم بقدر الإمكانيات المتاحة لها، وفي الإطار ده هي أظن كفاية جدا. تفاعل الجمهور مع الإذاعات الموجهة من الخارج في تقييمك يعني كيف تقرأ المشاركة والمتابعة، لأنه الإعلام لابد أن يكون عنده صدى من الجمهور المستهدف، فما هي قراءتك؟ والله يا أخي أنا أعتقد أنه المشاركة ضعيفة يعني من الجمهور بصفة عامة، بالذات من مجتمعنا المسلم صراحة. يمكن المتابعة ضعيفة جدا صراحة. العمل الناس يعني في النهاية هو العمل تراكمي، وإذا كان أنت مثلا كل واحد عنده دور يعني، الإذاعي أو الإعلامي عنده دور، والمستمع عنده دور، إنك تشارك، إنك فاعل، إنك تعمل شير. هذه الأشياء برضو هي عمل بالمناسبة، لكن أشوف إنه التفاعل ضعيف جدا وحتى مخجل في كثير من الأحيان. فأنا نتمنى إنه يكون في تفاعل يعني، كل واحد عنده دور. ما بالضرورة تكون أنت جزء من الإذاعة، لكن ممكن يكون عندك دور مهم جدا في نشر المادة، في تشجيع الناس، في دعمهم ماديا إذا أمكن، وكله على حسب استطاعته وإمكانياته. أيوة نعم. أنا لو سمحت لي يعني حكاية المسلمين دي لو عملناها المتحدثين باللغة العربية أو من يتعاطون الإعلام والثقافة باللغة العربية، ربما تكون أنا بالنسبة لي تكون أدق أكثر، لأنه المسألة نعم يعني لما ننظر لها باللغات، لأنه هنالك متحدثين بالتجرينيا أو بالتجري من المسلمين يعني. فأنا شخصيا أرى أنه المتعاطين باللغة العربية تعاطفهم ومش تعاطفهم تفاعلهم
وده ضعيف جدا على المستوى المقروء والمكتوب وحتى المسموع، بل بالعكس أحيانا ينشطون فيما لا جدوى من ورائه. هل توافقنا الرأي السيد محمود عمر؟ نعم صحيح، أتفق معك تماما. يعني هو هذه هي الإشكالية، يعني المستمع اللي يستمع اللغة العربية وده المقصد يعني النهاية، والمتحدث بها يعني تفاعلهم ضعيف زي ما ذكرت، وهذه هي الإشكالية الحقيقية صراحة. ما هي الأسباب برأيك؟ والله يا أخي أظن في يمكن تقدر تقول خيبة أمل في المجتمع، يعني في هذا المستمع، يعني يمكن يعني هو يعتقد كله المعارضة هم يرموها في نفس القالب يعني تقريبا، ما يعتقدوا انه في فائده من هذا العمل. حتى في الناس حتى اللي ما يشتغل يعني ما بيشجعك، يقول لك يا اخي تضيعوا زمانكم ساكت. هذه هي اشكاليه، يعني هو الخروج من هذا الاحباط هو مساله اظن مهمه جدا، وكل فرد عنده مسؤوليه صراحه. هو الناس ما تحتاج لكل الدعوه حتى انها تكون فاعله، كان في الاعلام ولا اذا كان في اذا انت معارض للنظام فبالتالي عندك دور، حتى لو أضعف الإيمان هو أنك تقول بلسانك يعني. لكن ينقصنا صراحة هذا الشيء، وأظن هو النتيجة الإحباط العام الموجود. نعم، والغريب انه يعني حتى انا يعني بالنسبة للقوى المعارضة بمختلف مسمياتها، يعني اعتقد حتى هي عندها اشكالية اعلامية، يعني بمعنى يعني هل تفتكر انه الاشكالية معارضة النظام يعني قائمة على عدم وجود اعلام قوي يعرض النظام ويقوي من شوكة المعارضة؟ رأيك شنو في المسألة دي؟ أم القوة دي عندها إعلام فاعل وقوي؟ والله يا أخي ما عندها إعلام قوي، بل وكمان يعني إعلام ما موجود أصلا يعني. يمكن يكون شكليا موجود باسم يعني، لكنه غير فاعل. أنت لو يعني حتى لو أخذنا من التجربة الجبهة الشعبية، يمكن كانت الجبهة الشعبية نفسها هي عبارة عن إذاعة صوت الجماهير. يعني إذاعة صوت الجماهير كانت هي تعطر الناس، هي من تدع يعني تحشد الناس، هي من كانت يعني يعني من خلالها يعني كان يعني الشعب الإريتري يتفاعل معها، بمعنى إنه الإعلام دور مهم جدا يعني صراحة. وهذه التنظيمات إذا أرادت أن تسقط هذا النظام يجب عليهم أول حاجة الخروج من الإطار الضيق، بمعنى إنه هنالك وسائل كثيرة اليوم. الإعلام مجال إعلام واسع يعني، تستطيع من خلالها إنك توصل رسالتك يعني في وسائل حديثة استخدمها. يعني من ضمن الإشكاليات الموجودة هي يعني إن هذه التنظيمات ما قدرت توصل رسالتها. ليش ما قدرت توصل؟ لأنه أصلا ما عندها إعلام قوي يعني. ما خليك إنها توصلها للعالم، حتى الجماهير ما قدرت توصلها. فإذا في يعني قصور شديد في هذا المجال، وهذا ضعف كبير يعني. يمكن أحد أسباب فشل هذه المعارضة. طيب، على ذكر الوضع في إريتريا والمعارضة، إريتريا طبعا داخل مرحلة جديدة ومرحلة خطيرة، بين قوسين المرحلة ما بعد توقيع اتفاقية السلام مع إثيوبيا. رأيك الشخصي في المسألة دي أستاذ محمود عمر؟ أين هي عملية السلام، الواقع والإعلام وغيره؟ وصراحة عملية السلام هذه عملية السلام بين نظامين يعني، بين النظام الإريتري والنظام الإثيوبي. إذا كنت يعني تريد أن يعني هذا السلام يسترسخ في المجتمع، يجب أن يكون هو سلام مجتمعي قبل ما يكون سلام أنظمة يعني. الإشكالية إنه هذا السلام في اتجاه واحد صراحة، وفي مصلحة الطرف الإثيوبي أكثر من مصلحة الشعب الإريتري يعني. اليوم نحن نرى إنه النظام يعني يتنازل حتى عن السيادة الإريترية يعني. ما هذا السلام يعني. هلا نحن يعني هذا المجتمع قدم القال والنفيس، حتى انه يعني ما لم ياخذوه حربا ياخذوه سلما يعني، بهكذا بكل سوء. هذه اشكاليه صراحه، وهذا ليس سلام ولن يديهم يعني، لن يدوم. ليش؟ لانه ما عنده قاعده ثابته وراسخه.
هذه إذاعة إرنا. نعم. طيب، تفتكر أنه ما تشهده المنطقة من ثورات شعبية، عندنا الأمثلة أمامنا كثيرة، حتى إثيوبيا هذه التي ركبت سفينة السلام المزعومة مع نظام أسمرة، برضو ثار فيها الشعب وقال رأيه في النظام اللي كان موجود، مع تحفظ كثير في أنه هل كانت ثورة شعبية 100% إلى غير ذلك، والسودان أنت متابع والمنطقة وغيرها. تفتكر أنه هل تتوقع بروز ثورة شعبية في الداخل؟ يعني تحدثنا عن الخارج على إشكالياته كلها، هل تفتكر أنه والداخل هو يحاول كثير طبعا، وفي كانت محاولات كثيرة وفي ناس رحلوا واستشهدوا، هل تفتكر أنه يمكن أن تشهد إريتريا قريبا مثل هذه الهبات والثورات الشعبية؟ لا بد يعني، لأنه في النهاية يعني حتى لو مهما كان هذا النظام يعني قوي، بيجي عليه يوم إنه هذا الشعب سينقلب عليه عاجلا واجلا، يعني لأنه يمكن الحادثات كانت موجودة قبل سنتين في أسمر يعني كما تابعنا، وهذا الحراك الجماهيري ما كان حد ذاته يتوقعه، لكن يعني النتيجة للكب، نتيجة يعني طغيان السياسي ومجموعته، الناس انطفت عليه. وأكيد ما يحدث في المحيط الإريتري هو داعم أساسي للشعب الإريتري حتى إنه يقوم بثورته يعني. يعني أكيد هي هذه أشياء إيجابية، أكيد نحن سوف نستفيد منها، والآن هي انطلقت من السودان وواصلت الشعب، ونتمنى كمان أنها تصل إريتريا، لأنه وضعنا نحن صراحة أسوأ من كل هذه البلدان المحيطة بنا، ولا بد من اقتلاع هذا النظام يعني. طيب، الشيء المفتقد شنو في إن الشعب يحاول وتاني يعني تكون في يعني ردع وقوة وكده؟ المفتقد شنو يعني؟ مثلا لو توفرت أشياء معينة الشعب ده ممكن أن يقتلع النظام. هو صراحة الناقص شيئين، يعني أول حاجة تكون في يعني معارضة قوية في الخارج، تكون عندها أدواتها الإعلامية توصل رسالتها للداخل. يعني هذه الأشياء مهمة جدا في إنه حتى إنه يكون في يعني توافق ما بين الداخل والخارج في تعطيل هذه الأمة الإريترية، حتى إنها تقوم باقتلاع هذا النظام على المعارضة. يعني الآن نحن في مرحلة نكون أو لا نكون. هذه المعارضة إذا أرادت التغيير فلا بد إنه اليوم تتوحد. يعني أنتم لو نحن ممكن لو أخذنا عبرة من ما حصل في السودان، الناس توحدت مع بعض لإسقاط النظام، ما كان في فرق بين هذا وذاك يعني. نحن مجتمع إريتري يعني نمتلك إمكانيات، وعندنا تاريخ يعني نستطيع من خلاله إسقاط أي نظام. فبالتالي الناقص هو على حسب اعتقادي إنه يكون في يعني دعم من الخارج، ولكن طبعا التغيير لابد أن يأتي من الداخل. لكن إذا يعني تلاقت يعني الداخل والخارج، أظن إسقاط النظام هي مسألة وقت، ويعني وأصلا هي في النهاية لن تدوم للسياسة. يعني قصدك إنه الشيء الثاني هو التأطير الداخلي؟ نعم، التأطير الداخلي مهم جدا، لكن كيف تأطر داخليا إذا أنت أصلا حتى في الخارج ما قادر تعمل يعني تأطير يعني. فهو العملية هي يعني متواصلة، يعني هي عملية ما بين إذا كان في عمل مثلا خارجي وداخلي في نفس الوقت، بيكون في معارضة قوية من الخارج، أكيد حيكون في تفاعل، وبالتالي الناس في الداخل ذاتها يكون عندها استعداد إنها على الأقل في الغالب يعني دائما الرهان هو على الداخل. نعم أكيد الرهان على الداخل، لكن
يعني حتى يعني الداخل هذا يحتاج لدعم، يعني دعم حتى إعلاميا. أنت يمكن من إريتريا الواحد ما يستطيع إنه يقول كلمة، لكن أنت تقدر توصل رسالتك من الخارج للداخل. كيف هي الأوضاع، إيش الحاصل فيها، طبعا الناس عارفة، لكن شو تحتاج إنه الناس يعني تشحن هذه الهمم، وإنه حتى إن الناس تقوم يعني. لكن إذا ما كان في يعني دعم للداخل لوحده، وأنت عارف الوضع في الداخل، يمكن غالبية الشعب هو مهاجر، يعني الفئات الموجودة هي من كبار السن والأطفال يعني. وإذا أنت عايز تعمل تغيير لابد إنه يكون في التغيير يأتي من الداخل ومن خلال الجيش. يعني الجيش هو القوة الوحيدة اللي تستطيع إسقاط النظام، لكن لابد أن يكون في رسالة إعلامية قوية من الخارج ترفع من همة هذا الجيش. نعم، أنا أشكرك باسم كل المستمعين الأستاذ محمود عمر، المتحدث إلينا من هولندا لإذاعة إرنا الدولية. وضعتنا في الصورة حول أوضاع الجالية عندكم ومتابعاتكم للإعلام الداخلي والخارجي، وفي نفس الوقت يعني ملاحظاتك حول ما يدور أو ما تبثه المراصد الإعلامية. وتحدثت عن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا والمتطلبات الموجودة الداخلية والخارجية لاقتلاع النظام. أنا أشكرك باسم كل المستمعين أستاذنا محمود عمر، وآمل يعني أن دائما أن تكونوا أنتم في الجالية في هولندا وكل دول أوروبا ودول المهجر مناصرين دوما كعادتكم لقضية الشعب والوطن. أشكرك سيدي العزيز. المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء هذا محدثكم أحمد شريف يحييكم مجددا برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أعيد لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. سحب وحدات عسكرية من قوات الدفاع الإريترية من ضواحي بادمة. تفيد مصادر إذاعة إرنا بأن قوات الدفاع الإريترية بدأت في سحب وحدات عسكرية تابعة لها من ضواحي بادمة. الاحتفال باليوم العالمي للعمال. يحتفل عمال العالم اليوم بالذكرى السنوية ليوم العمال العالمي، والذي يحيي فيه العمال إنجازاتهم التاريخية في مختلف الدول. بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى عن تهم بالفساد في الجزائر ضمن مسؤولين آخرين. بدأت في الجزائر العاصمة إجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، ووصل أويحيى إلى مقر محكمة سيدي محمد للإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق في قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأذكركم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.